المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. وزارة الصحة تقيم أنشطة عام 2021 وتبحث برامج 2022. المواطنون في تسني وقلوج يكرمون قوات الدفاع. الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. القمة الأوروبية تبدد آمال أوكرانيا في الانضمام للاتحاد. كوريا الشمالية اختبرت منظومة صواريخ باليستية عابرة للقارات. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد قادم من مصوع بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مرضى من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9720، شفي منهم 9616 وتوفي 103، فيما لا يزال مريض واحد يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 11 من مارس 2022. قيمت وزارة الصحة في الاجتماع الذي عقدته في 19 من مارس الجاري أنشطة سنة 2021 وبحثت برامج سنة 2022. أوضحت تقارير الأقسام المقدمة المصحوبة بالأرقام انخفاض نسبة الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة الإيدز من 4% عام 2003 إلى 0.22% في عام 2021، وانخفاض الإصابة بالملاريا بنسبة بلغت 29% على مستوى البلاد. كما أن نسبة الولادة في المؤسسات الصحية التي كانت 42,000 عام 2017 بلغت 52,639 عام 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته 25%، فيما ارتفعت نسبة الولادة في المؤسسات الصحية من 3% إلى 10%. وأشارت التقارير فيما يتعلق بالتبرع الطوعي بالدم إلى أن العام الماضي شهد التبرع ب10,000 كيس من الدم، حيث كان التبرع الطوعي 99.92% والباقي عن طريق التبرع الأسري. وذكرت التقارير بخصوص تأهيل المؤسسات الصحية بالقدرات البشرية والمعدات وتأمين الطاقة. حصلت 19 مؤسسة على التخطيط فوق الصوتي، و9 على أجهزة لتصوير بالأشعة السينية، و62 مؤسسة على طاقة شمسية، وإنشاء مؤسسة إنتاج الأكسجين في مستشفى حليبة. وذكرت وزيرة الصحة أمينة نور حسين إن التقارير المقدمة بيّنت القصور والنواقص بشأن الخدمات المقدمة، مناشدة لتعزيز الجهود لسد النواقص واتخاذ خطوات واعية فيما يتعلق بكوفيد-19 حتى القضاء عليه بالكامل على المستوى العالمي. في الختام، بحث المجتمعون برامج 2022 كتطوير السياسة والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالصيدلة والمختبرات والتشخيص، واكتمال متطلبات المعدات الصحية الحديثة، وإنشاء خدمات رعاية مكثفة وأجهزة غسل الكلى في مستشفى حليبة، وإرساء معدات حديثة لتأمين حفظ الدم خلال عام 2022. شهدت مديرية شعب بإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى، وترشح في الانتخابات التي جرت في الفترة من 28 من فبراير المنصرم حتى 9 من مارس الجاري في مناطق شمال وجنوب منشب وقدقد ووقيرو وتلوك وودئيلو وشلشلة وكيلو 56 مواطنا، بينهم 7 مواطنات، وانتخب 16 منهم مدراء ضواحي ومساعديهم، بالإضافة إلى لجان القرى. وأكد المنتخبون الجدد جاهزيتهم للعمل المتفاني، مناشدين المواطنين بتقديم الدعم لهم. أوضح مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم أن أنشطة التوعية والسمينارات المنظمة مسبقا في 8 إدارات ضواحي ساهمت في إنجاح فعاليات الانتخابات.
قام سكان مديريتي تسني وقلوج بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة بتكريم أعضاء قوات الدفاع البواسل الناشطون في تنفيذ البرامج التنموية. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم الكاشبرك السيدة يحدق يوهنس في المناسبة المنظمة في بلدة أم حجر، وحضرها قادة الجيش وسكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم ومدراء المديريات وممثلي المواطنين. قالت إن الاحتفال ب8 مارس مع أبطال الوطن يبعث على الفخر والاعتزاز. من جهتها قالت مسؤولة المرأة في مديرية تسني السيدة مآزة محراي إن المرأة الإريترية التي لعبت دورا كبيرا في النضال التحرري وحماية السيادة مستعدة لتقديم كل ما تطلبه المرحلة. بدوره ذكر سكرتير الجبهة في الإقليم السفير محمود علي جبرة دور المرأة الإريترية الوفي بان الكفاح المسلح والدفاع عن السيادة وإنجاح برامج الإعمار ومكافحة العادات المتخلفة، مذكرا دورهن الفعال في المرحلة الراهنة من التصدي. وأشاد العقيد يوناس بصو أملاه قائد القيادة الشمالية الغربية وحرس الحدود بالمبادرة التشجيعية التي قام بها سكان المنطقة لأبطال الوطن الناشطون في الأعمال التنموية الأمنية ومبادرة عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في تسني وقلوج. الجدير بالذكر بأن سكان مدينة تسني قاموا بتبرع عيني بقيمة 1,300,000 نقفة تشجيعا لأعضاء قوات الدفاع البواسل. قال مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى أوروتا المرجعي الدكتور غويتوم حقوس إن الخدمات المقدمة في تطور وتوسع مستمر. وضح تقديم خدمات الحالات الطارئة ومراجعة ورقات المرضى والكلى، مشيرا إلى أن 26% من المراجعين للقسم هم من مرضى الجهاز التنفسي والقلب والسرطان والجهاز الهضمي. وذكر وجود معدات طبية حديثة للتصوير المقطعي والموجات الصوتية والأشعة وتشخيص أمراض القلب والرئة والكبد والكلى والسكري والكوليسترول. وأشار إلى قدوم الطلاب الدارسين في مختلف الكليات الصحية إلى المستشفى لاكتساب الخبرة والعمل التطبيقي. استشهد في 9 مارس المناضل العقيد عبي صالح سعيد عضو هيئة إدارة وزارة الدفاع عن عمر بلغ 75 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل عبي صالح بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير من عام 1975، وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة والأسلحة الثقيلة والقوات البحرية بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل في القوات البحرية قائدا للقوات الخاصة وقائد القيادة الوسطى ومسؤول الرقابة، وعين من عام 2011 في الهيئة الإدارية لوزارة الدفاع حتى يوم استشهاده. المناضل العقيد عبد صالح متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهيرة اليوم 11 مارس في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل العقيد عبد صالح، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وزملاء العمل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني عن الحاجة إلى توقف في مفاوضات فيينا بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة. وأجرت إيران وقوى كبرى وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين منذ أشهر مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وبعدما بلغت المفاوضات مرحلة اعتبرت نهائية، وأكد المعنيون بها تحقيق تقدم على الرغم تبقي نقاط تباين معدودة، بدأ أن التفاوض بدأ يواجه صعوبات إضافية في الأيام الماضية. فقد تحدث مسؤولون إيرانيون عن تقدم واشنطن بطلبات جديدة وتسببها بتعقيد التفاوض لعدم اتخاذها قرارات سياسية مطلوبة، في حين أن الأطراف الغربيين أبدوا قلقهم من تأخر إنجاز التفاهم نتيجة لطلب روسيا ضمانات أمريكية مكتوبة بأن لا تؤثر العقوبات الغربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا،
على تعاونها مع طهران في مجالات مختلفة. خلال اجتماع عاجل انعقد لمناقشة انعكاسات الغزو الروسي لحليفة بروكسل أوكرانيا، بدد رؤساء دول حكومات الاتحاد الأوروبي آمال أوكرانيا في انضمام سريع لعضوية التكتل. وكان يفترض للقمة المنعقدة في قصر فرساي أن تمثل أهم محطة في رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد الأوروبي. وستهيمن الحرب في أوكرانيا وإمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة على الاجتماعات التي تستمر يومين. وقال ماكرون لدى استقباله قادة الدول في قصر الملك لويس الرابع عشر إن أوروبا تغيرت مع الجائحة وستتغير بشكل أسرع وأقوى مع الحرب. والتقى قادة الدول 27 في وقت دخلت المعارك في أوكرانيا يومها 15، وساهم النزاع في تصاعد التأييد داخل الاتحاد الأوروبي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غير أن القادة أكدوا في المحادثات أن مسارا سريعا للعضوية في الاتحاد غير ممكن. قال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استخدمت في الآونة الأخيرة ما سيكون أكبر منظومة صواريخ باليستية عابرة للقارات تملكها بيونغ يانغ في عمليتي إطلاق سريتين، مما قد يمهد الطريق لاستئناف اختبارات الصواريخ طويلة المدى. وجمدت كوريا الشمالية تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية في عام 2017 بعد إطلاق أول صواريخها القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. ولم تجري منذ ذلك الحين أيضا أي تجارب لأسلحة نووية، لكن زعيم البلاد كيم جونغ أون هدد بالعودة إلى تلك التجارب. ويأتي التصعيد في كوريا الشمالية بينما انتخبت جارتها الجنوبية رئيسا جديدا ينتمي للتيار المحافظ. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم تصنيف كولومبيا حليفا رئيسيا لبلاده من خارج الناتو في خطوة ستعطيها فوائد في مجالات التعاون الدفاعي والتجاري والأمني. جاء إعلان بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الكولومبي المنتهي ولايته إيفان دوكي. ويعد الحليف الرئيسي من خارج الناتو تصنيفا بموجب قانون الولايات المتحدة يوفر للشركاء الأجانب مزايا معينة في مجالات الدفاع والتجارة والتعاون الأمني وفقا لوزارة الخارجية. في ختام نشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. وزارة الصحة تقيم أنشطة 2021 وتبحث برامج 2022. المواطنون في تسني وقلوج يكرمون قوات الدفاع. الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقف في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. القمة الأوروبية تبدد آمال أوكرانيا في الانضمام للاتحاد. وكوريا الشمالية اختبرت منظومة صواريخ باليستية عابرة للقارات. انتهت النشرة، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.